ايه هي الطريقة الصحيحة اللي انت هتخزني بيها البطاطس تقعد معاكي من السنة للسنة من غير ما تبوظ منك ولا تتهري ولا تخضري ولا اي حاجة؟ وايه احسن انواع البطاطس الافضل في التخزين؟ تعالوا بقى شوفوا بعد ما نقلع البطاطس من الغيط بنعمل فيها ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وفي احسن حال. ربنا يبارك فيكم يا رب ويرزقكم برزق حلال واسع ويخلي لكم اولادكم وينولكم يا رب كل ما بتتمنوا. يلا بقى صلوا على النبي وحطوا لايك للفيديو وتعالوا شوفوا احنا هنعمل ايه. اول حاجه هفضي بقى البطاطس كده من الشكاره. اول حاجه هعملها خالص نبدا ننقض البطاطس قبل ما نخزنها. البطاطس اللي هي الصغيره هاخدها احطها في الشكاره اللي انتوا شايفينها الصفرة دي. وجبت كمان حله اهوت في بطاطس كمان بتبقى، اللهم صل على النبي، بتبقى حبايبي بتبقى مثلا المحرات كسرها كده في حتة فيها مثلا مش كويسة، اللي هي هتبوظ فبحطها في الحلة استعمل منها الأول. والبطاطس اللي هي الكبيرة بحطها برضو في الشكارة البيضة اللي هي التانية ديت. يبقى أنا دلوقتي هقسم البطاطس ديت على 3 حاجات. أول حاجة اللي هي هتبوظ مني اللي شايفينها في الحلة ديت، اللي هي البطاطس اللي هي مش هتستحمل التخزين وهتبوظ مني فيها حتة مثلا ملسوعة، حتة خضرة، حتة كده ولا كده. وتاني حاجة البطاطس اللي هي الصغيرة انقضها مثلا للسليق، اسلقها اعملها صينية اي حاجة. وطبعا البطاطس الحباية الكبيرة خليها برضو للتحمير. طب احسن نوع بقى في تخزين البطاطس اللي هو البطاطس الدايمونتي، النوع اللي انتوا شايفينه ده هي البطاطس الدايمونتي. بصوا بقى يا حبايبي، طبعا في كذا حد بيخزن البطاطس طبعا بكذا طريقة. بس انا دلوقتي هوريكم الطريقة اللي انا بخزن بيها وبتقعد معايا سنة كاملة من غير ما تبوظ منك ولا تتهري ولا يحصل لها اي حاجة. طبعا في برضو كمان نوع بطاطس اللي هو السبونتا ده برضو بيبقى كويس برضو في التخزين. بس انا بصراحة بخزن اللي هي الدايموند دي، بحبها جدا. بتعملي برضو منها شيبسي بتبقى كويسة. يعني البطاطس ميزتها انها اول ما بتيجي تقليها في الزيت بتتقلب وتنشف وتطلع على وش الزيت. حلوة جدا 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 في التحمير. وكمان بتغيب معايا في التخزين، بتقعد مدة اطول. انما الانواع التانية ما بتستحملش بصراحة وما بتقعدش معاكي مدة كفاية. بتبوظ بسرعة يعني وما بتستحملش انها تكمل السنة. بصوا بقى يا حبايبي، بعد ما خلصتها بقى كده هاخدها بقى كده في الشكاير. ادهيت اللي انا هخلي منها الاول، اللهم صل على النبي، يجروا مثلا 7 8 كيلو كده ولا حاجة. هستعمل منهم الاول مثلا على قد مثلا استعمال اسبوعين 3 ولا حاجة. انتوا عارفين طبعا ان البنات خلصوا المدارس بقى وقاعدين بقى في الاجازة، فاحنا بقى مدينها بطاطس على طول، مقلية مسلوقة، كله شوية بطاطس تقريبا كل طقم. بصوا بقى، خدت البطس وطلعت بقى عندي بصراحة يعني يعني متزعلوش بقى من التصوير لان التصوير مش قد كده. بصوا بقى يا حبيب قلبي، الحلة ديت انا جبت فيها هوت راتش. ده الطمي بتاع الارض، بيبقى ناشف يعني. اهم حاجة ان الراتش ما يكونش معاكي يعني سخن، لازم يكون ساقع. واقولك تعملي فيه ايه لو كان سخن معاكي. لو انت عندك برضو رمل حط برضو رمل، وبرضو في نفس الحالة الرمل ما يكونش سخن معاكي. بصوا بقى يا حبيب قلبي، انا لقيته سخن كده برضو شوية، بدأت انقطله كده شوية برضو مية كده صغيرين. وبعد كده بقى رصيت البطاطس بتاعتي اللي هي الصغيرة. بعد كده بقى هحط البطاطس اللي هي الكبيرة ديت. طبعا انا كنت شايفين ان انا كنت مفضيها خالص من الشكارة. هي الشكارة مفيهاش لا رطش ولا فيها عفش ولا فيها اي حاجة خالص، هي نضيفة. فانا هفضي بقى شوية كده واما الاقيها بقى مفيهاش فيها اي حاجة زي ما انا قلتلكم هبدأ اقلب الشكارة. طبعا لو انت برضو عندك قش رز، ممكن في ناس برضو بتخزنها تحت السرير. بتحط برضو قش رز، طبقة من القش الرز، وبعدين تحط البطاطس وبعدين تغطي بطبقة تانية من القش الرز. وبرضو بتحطها تحت السرير. انتوا طبعا عارفين السراير القديمة ديت بتاعت زمان، كانوا زمان اهلنا بيخزنوا تحتها كل حاجة. ودلوقتي برضو كمان طبعا في اماكن برضو كتيرة للتخزين. المكان ده كان عندي كان بدروم، فعشان كده طبعا فالمكان دوت زي مطبخ كده، مش يعني يعني مش جاهز يعني حطيت فيه حاجة ولا حاجة جاهز. فمعايا في اوض تانية، في الاوض التانية موجود برضو مربية فيها بط وكده. فالمكان دوت انا سايباه مثلا تخزين البطاطس، لتخزين البصل، لكل الحاجات دي.
هفضي بقى انا حطيت طبعا طبقة من الراتش اهوت زي ما انتوا شايفين. هفضي بقى البطاطس بتاعتي كده زي ما انتوا كده شايفين. بصوا بقى يا حبايب قلبي، والله الطريقة دي تقعد معاكي سنة كاملة بس ابقوا ادعولي. هتطلعوا من اول حباية لاخر حباية البطاطساية زي ما هي اكنك لسه مطلعاها دلوقتي من قلب الغيط. تفضل اهوت شوية كده من الصغيرة ارصها. طبعا انا كده عرفت بقى البطاطس الصغيرة من ناحية والبطاطس التانية من ناحية. كمان بقى فاضل شوية كده طبقة كده من الراتشة هحطها كده فوق البطاطس بتاعتي. وهجيب شكاير كده بلاستيك زي ما انتوا كده شايفين. ديت الشكاير اللي كانت في قلبها البطاطس هحطها بقى كده عشان اغطيها. لازم تغطيها كويس برضو جدا جدا. وما تيجي تكشفي عن البطاطس ديت وتاخدي منها يا دوبك تفتحي بس طرف كده الشكارة وتاخدي من تحتها. يعني لما تيجي تاخدي بطاطس ما تاخديش منها، يعني تاخديش منها كلها عشان ما تهوهاش وتبوظ منك. يا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم. فما تخلوهاش بقى عشان ما تبص منك. فاهم حاجة ان انت ما تهوهاش وتاخدي من ناحية واحدة بس وانت بتاخدي. وتخلي بقى البطاطس متغطية زي ما انتوا كنتوا شايفين. انا لسه بقى كنت هجيب لها شوية قش رز احطهم عليها وبعدين بدل الشكاير. بس بصراحة القش رز كان خلصان عندي فما حطيتش بصراحة. فقلت بقى اغطيها بالشكاير ديت على ما اجيب بقى قش رز واغطيها بيه. يا رب في النهاية يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا مني بأي معلومة. وما تنسونيش بقى تحطوا لايك ودعوة حلوة منكم من القلب. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.